مرحبا بكم اخواني واخواتي المشاهدون ومتتبعي قناه جمال ديكور. معكم فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نركبوا واحد القوس اللي جا ما بين الصالون والسيجور، فبقاو معنا وتبعوا معنا التفاصيل حتى النهايه باش تشوفوا الطريقه السهله اللي غادي نركبوا بها هذا القوس هذا. الاخوان قبل ما نبداو في التفاصيل بغيتكم تدعمونا بالاعجاب، واللي كيشوفنا اول مره يضغط على الزر ديال الاشتراك وفعل ميزه الجرس باش يتوصل بالجديد ديالنا ان شاء الله، وبارطاجيو هذا المقطع هذا مع الاصدقاء ديالكم الحرفيين المبتدئين باش هما يشوفوا التفاصيل والطريقه السهله اللي غادي نركبوا بها هذا القوس من البدايه حتى النهايه. كيف ما لاحظتوا الاخوان، الفندق دائما ملي كنبغيو نلصقوا شي قوس من الاحسن انكم تصاوبوا الشوفيات وهاد الرزايز هادو باش يشبر لكم مزيان. خاص ضروري تثقبوا بالشينيور وتلصقوا الشوفيات وتلصقوا هاد الرزايز. من بعد انكم كتعبروا هاد المسافه ولا هاد المساحه اللي عندكم، يعني ما بين الفندق والفندق، شحال ما لقيتوه غادي تقطعوا بلايك وتحطوهم في الارض وباش تقطعوا القوس ديالكم. هذا هو القوس. غادي يكون عنده واحد جوج دوائر اللي هما الفوقيه يكونوا مفتوحين، ومني غادي نفينيو القوس كامل غادي ندوزو له واحد الباكيطه اللي غادي تعطي واحد الجماليه وتبين لنا الرسمه ديال القوس. غير بقاو معنا وتبعوا معنا التفاصيل. من بعد ما كنقطعوا هاد القوس هذا كنخليوه كيف ما كتلاحظوا، كنجيبوا نفس القياس، كنقلبوا البلاكه يعني على السره ديالها، وكنحطوا قطعه فوق قطعه، وكنوليو نعاودوا الطراسو اللي طراسينا في الاول. هكا راه كتجيكم الطريقه سهله، ومن بعد غادي نبقاو نفيكسيو قطعه بقطعه. الطريقه راه جد سهله. غير بقاو معنا كيف ما قلت لكم، راه غادي نعطيوكم القوس من البدايه حتى النهايه. غير ما تنسوش انكم تدعمونا بالاعجاب وتعطيونا الاراء ديالكم والملاحظات ديالكم من خلال التعاليق. بالنسبه للتركيب راه هو سهل. كتاخذوا قطعه بقطعه وكتبداو تفيكسيو، اما تبداو اليمين ولا الشمال ماشي مشكل. احنا عندنا الطراسو كيف ما كتلاحظوا معنا، غادي نمشيو مع الطراسو. بالنسبه للدوائر راه هما مطراسين عندكم، من الاحسن حتى تفيكسيو عاد تقطعوهم، لان ملي كتقطعوهم كيبقى البلاكه كتهرس لكم وهكا ما تقدروش تفيكسيو. من الاحسن انها تبقى صحيحه حتى تفيكسيو كلشي، عاد نقطعوا الدوائر. كيف ما لاحظتوا معنا الطريقه راه جد سهله. بالنسبه للاخوان، هاد البياسات هادو اللي كنلصقوا ضروري انكم تعملوا لهم الميزان باش يجيكم الميزان مع الفوق. تهبط هاد البياسه حتى هي ميزان باش الثانيه ملي تركبوا الثانيه تجيكم سهله. بالنسبه لهاد النقاش هذا اللي نقاشنا هنا، راه خصكم تنقشوا في الاول باش ما تزعزع لكمش هاد البياس هذا اللي لصقتو، تتنقشوا كلشي. وبالنسبه للبودرات اللي غادي تلصقوا فيهم هاد البياسات هادو، حتى هما خصهم يكون عندهم شوفيات. كيف ما كتلاحظوا راه الشوفيات ضروري، لان هذا البيكاج هذا ما تسكلوش عليه، راه ما غاديش يشبر لكم مزيان. من الاحسن انكم ديروا الشوفيات والرزيزات حتى في الفندق اللي واقف. بعد ما فيكسينا دابا الجزء الاول الفوقاني، دابا نحيدوا هاد الدورات هادو هما الاولى، نقطعوهم عاد نكملوا القوس ديالنا من التحت. هاد الدورات هادو راه عملنا فيهم 14 سنتيم. نبركوا على داك المسمار باش يطراسي لنا مزيان، باش ملي تبغيو تقطعوهم يجوكم ساهلين. نفس القياس غادي ندوروا في هاد الدوره هذه، وغادي تاخذوا نفس العبار. راه عندكم الطراسو، هاد الطراسو هذا اللي عملنا راه حطيناه ميزان كاواتشو باش يعطينا الدورات اونفاس مع الدوره من اللهيه. بالنسبه لهاد الفيكسه الاخوان، ضروري انكم ديروا الطاكونيس هادو ما بين بياسه وبياسه، تعملوهم بالبونتوسات ضروري، لانكم الا ما درتوش هاد اللعيبات هادو ولا هاد الطاكونيس، ملي غادي نتحيدوا يداكم غادي البلاكه كترجع وما كيبقى لكمش نفس القياس. خصكم ضروري تعملوا هادو باش يمشي لكم نفس العبار من التحت. دابا نبداو نقطعوا هاد الدوائر هادو. بعد ما قطعنا الدورات ديالنا، دابا غادي نكملوا الجزء الثاني ديال القوس اللي يعطي واحد الجماليه وواحد التكميله بالنسبه للفاصل ديالنا. هذا هو الشكل ديال القوس.
غادي نعملوا الكماله من هنايا ومن هاد الجهه هادي باش يكمل لينا القوس. بالنسبه للاخوان اللي باقا كيشاهدونا حتى لدابا، ما تنساوش انكم تدعمونا باعجاب، واللي كيشوفنا اول مره يضغط على الزر ديال الاشتراك ويفعل ميزه الجرس باش يتوصل بالجديد ديالنا ان شاء الله. دابا غادي نبداو نفيكسيو بعد ما ركبنا القوس ديالنا كامل. دابا جا الدور ديال الريكطومبي. نتوما راه كتعرفوا الريكطومبي ساهل، كتقيسوا هذا القياس هذا وكتقطعوا البياس ديالكم. الريكطومبي عادي. الطريقه راه سهله. حاولوا انكم ما تجيبوش الطرف خارج ديال الريكطومبي، يجي داخل ما يجي خارج، باش يساعدكم في الطالوش. ملي تكونوا كتخدموا الطالوش ما يبقاش يلقاكم الطرف ديال الريكطومبي. غادي نمشيو معاه بهذه الطريقه هذه حتى نسدوه كامل، عاد نبداو في الطالوش. بعد ما سالينا الريكطومبي ديالنا، دابا جا الدور ديال الطالوش، العجنه عاديه ديال الطالوش. بالنسبه للطالوش ما تصفيوش الاخوان، لاننا مازال غادي نديروا واحد الباكيطه. ديك الباكيطه هي اللي غتعطينا لا فينيسيون من التحت. غادي ندوروها بالقوس ديالنا كامل، ومن بعد عاد نصفيو تنركبوا الباكيطه. بعد ما سالينا الاخوان، كيف ما كتلاحظوا راه بدينا في باش كنلصقوا هاد الطراخه هذه. هاد الباكيطه راه فيها 3 سنتيم على 2.5، كتعطي واحد الجماليه بالنسبه للقوس كيف ما كتلاحظوا معنا. حتى نركبوها عاد غادي نزيدو نفينيو هاد الحاشيه اللي كتبقى لنا لتحت باش يطلع لينا الشوكات واقفين. القياسات ملي تكونوا كتقطعوا القوس تبقاو عاقلين عليهم ولا تسجلوهم باش ملي تبغيو تدوروهم يجيوكم صحاح. راه نفس العبارات اللي كنديروهم هنا كنديروهم حتى من الجهه الاخرى باش كيطلع هذا القوس هذا بهذه الجماليه ملي كتكمل له الباكيطه. الاخوان بعد ما دوزنا الباكيطه ديالنا فينينا القوس. هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيف ما كتلاحظوا قوس جميل جدا. كما تبعتوا معنا المراحل حتى عطيناكم هذا القوس الفاصل ما بين الصالون والصالون. دابا غادي نخدموا واحد القوس صغير في هاد الجهات هادو اللي بقاو لينا. حتى لهنا الاخوان غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى هاد الطريقه هذه تكون عجبتكم وهاد القوس هذا يكون عجبكم. الاخوان ما تنساوش انكم تدعمونا باعجاب، واللي كيشاهدنا اول مره يضغط على الزر ديال الاشتراك ويفعل ميزه الجرس باش يتوصل بالجديد ديالنا ان شاء الله. كنشكركم على حسن التتبع والمشاهده. كان معكم جمال ديكور يحييكم اينما كنتم، والسلام عليكم.